السلام عليكم. مستحيل يدوز رمضان بلا ما نحضروا هاد المسمنات معمرين في الفران. جبت لكم هاد المره بحشوه اللي هي سهله وبسيطه ولكن ولا اروع وبسيطه بالعجينه ديالها. كتطلع لينا واحد التقرميشه واحد التوراق. تحسبوكم راكم قديتوهم بعجين وراق ولا شي عجينه اللي تكون واعره بزاف، ولكن غادي تلقاو في الاخير راها عجينه اسهل من السهل وابسط من البسيط. فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير، وواحد الكومنتير تشجيعي وواحد اللايك قبل كل شيء. المهم انايا واحد زلافه ديال الفورس الدقيق الناعم غربلته بطبيعه الحال. ضروري انكم تغربلوه باش يعني تخلصوا من الشوائب او اي حاجه ممكن تصادفكم. هي زلافه ديال الفينو ما يعادل بجوجهم يعني 250 غرام كل حاجه. بزاد الملحه، نصف ملعقه ديال بيكنج باودر، وواحد نصف ملعقه ديال نشا الذره. نخلطو بما دافي، واحد ربع كاس ديال الزيت الروميه. نخلطو كلشي مزيان. اهم في هاد العجينه انها تكون مدلوكه. هنايا خديت واحد الساشي ديال الشاري الصينيه، درت لها الماء طايب وخليتها تطلق على خاطرها. الحشوه ديالتي سهله جدا. خديت فيها واحد الكورجيطه محكوكه، بصله مقطعه شرائح صغار، فلافل الوان، كميه صغيره من يعني الدجاج، صدر الدجاج يكون شرائح اللي هما صغار، الفطر الابيض يكون طري قطعته حتى هو، وجوج وريقات ديال سيدنا موسى. استعملت في العطريه يعني ملحه، زيت الروميه ولا التشحار، ونصف ملعقه ديال الخرقوم بلدي، ابزار نصف ملعقه تكون هي صغيره، وايضا حبه حلاوه. هنايا حتى تشحرت لينا مزيان مزيان هاد الحشوه ديالنا. عاد في الاخير غادي نضيفو الشعريه الصينيه، نقطعوها هكا بالمقص ديالنا باش يكونوا ما تكونش تبقى طويله هكاك، وشويه ديال الصوجه الا ما عندكمش الصوجه بلاش، يعني فقط كاضافه. والزيتون يكون مقطع خضر، يكون مقطع شرائح اللي هما صغار. الحشوه ديالنا نخلطوها مزيان، وديك الساعات نخليها تبرد. ضروري ضروري ان الحشوه ديالنا تكون بارده باش حتى ملي كنبغيو نعمرو بها المسمنات ديالنا ما كتقطعش لينا العجينه، لان يعني الحشوه ملي كتكون ساخنه كتسبب لينا العجينه كتلصق وكتقطع في طبيعه الحال. انايا الزيت ديالي باش غادي نورق، درت الزيت الروميه وضفت ليها واحد الملعقه ديال نشا الذره. هذا هو السر اللي كيعاون باش كيعطينا هذيك التوراق لداخل بكل بساطه. وكنعاونو بالسميده الرقيقه بطبيعه الحال او الفينو. انا استعملت الفينو يعني بحال بان نديرو المسمن، ولكن ضروري هذيك نشا الذره باش كتعطينا هذيك التوريقه وكتعاوننا. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي كيفاش هي مطاوعاني يعني ومدلوكه مزيان ومورقه، يعني من برا غادي يبان لكم المعنى، غيبان لكم في هذوك الفقيقعات يعني وكتمشي معايا فيما ديتها ما كترجعش، كتمشي معايا. والاهم من هادشي كامله انها ما كتقطعش. وهذا كيبين لينا كيف ما كتشوفوا يعني على عينيكم، كيبين لينا بلي راه العجينه ديالنا ناجحه. الا وصلتوا لهذا الحد كنتمنى انكم ديروا لايك وتشتركوا، واحد الكومنتير تشجيعي ما تبخلوش عليا به فقط، يعني هذا كير بصمه انكم دزتوا من هنايا وكتشجعوني. وإلا عندكم اقتراحات ديال وصفات انني نقدمه لكم فكنتمنى وغنكون سعيده جدا بانكم تشاركوا معايا اقتراحاتكم. انا بعد ما ساليت جميع العجين ديالي ربعتهم كاملين، هنا غادي نرجعوا للخطوه ما قبل الاخيره. غادي نبداو نعمروا المسمنات ديالنا بهذه الطريقه السهله والبسيطه. غادي نلاقيهم مع بعضياتهم، يعني كل جانب مع الجانب المقابل له. يعني كيف ما كتشوفوا سهل وبسيطه، ولكن كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين. كنثبتوا الوسط ديالها بزيتونه تكون هكا سوداء ولا فلفل مربع ولا زيتون خضر. المهم انتم لكم الاختيار، ابدعوا كما تشاءون. المهم ان الحشوه ديروها كيف ما انايا وريتها لكم، والعجينه تكون الاساس ديالها العجينه اللي وريتكم انايا راه غادي تطلع لكم واعره وغادي تفرحوا بزاف وتحمر لكم وجهكم وكتطلع مرقه ومقرمشه هكا بنفس الطريقه. حتى ساليتهم
وغادي نرجع باش ندهن ليهم الوجه ديالهم. درت هنايا واحد البيضه مع صوص الصوجا. الا بغيتو يعني تعطيكم واحد اللمعه بزاف بلا ما ديروا البيضه كامله، ديروا فقط صفار البيضه ودهنوا به الوجه ديالها، غادي تعطيكم ديك اللمعه. هنايا البنات صافي انايا بغيت نرشها بالزنجلان. عندكم بافو، بغيتي تخلوها غير هكاك لكم الاختيار، حتى واخا ولو انكم ما ترشوا عليها والو راه كتجي زوينه في المنظر ديالها. اني فضلت ان نرشها بالزنجلان ودخلتها الفران يكون ساخن، يعني من قبل يكون ساخن مزيان من التحت. صافي ملي طابت من التحت شعلتها الفوق تحمرات وكنتمنى تنال اعجابكم. بسلام عليكم.